يا صباح الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. النهارده بقى معانا فيديو ان شاء الله ايه يعجبكم. هو فيديو خفيف سريع كده. شوفوا بقى، دي زي ما انتم شايفين ايه اوضه الليفنج اللي انا بنام فيها انا ومحمد. قررت ان انا اجيب مرتبه ونخوض التجربه كده، نشوف هنعرف ننام فيها في الشتاء ولا لا. لان الاوضه بتاعتي دي اوضه النوم اهي، ما بنعرفش ننام فيها من الشارع، الاصوات، الكوره، العيال، السويت، الصريخ، ما بنعرفش ننام فيها. فقلت له إيه يعني قلنا نجرب كده النوم ايه في الليفينج شويه. فانا جبت مرتبه، السرير عليه 3 مراتب، بقول لكم السرير هنا عليه 3 مراتب. فانا خدت مرتبه وحطيتها فين؟ حطيتها على الارض في الانتريه. اما نشوف يا جماعه هنعرف ننام ولا لا. انا عايزه اقول لكم ان اوضه الانتريه دي تلج، تلج فعلا. يعني بصوا، احنا كنا بقى خلاص، انا جبت المرتبه ونمنا عليها. بصوا فضلت طول الليل بردانه انا ومحمد، اقسم بالله. الصبح بقى قمت جايبه ايه لحاف، خرجت اللحاف الفايبر عشان اتغطى بيه. شوفوا بقى، انا بقى قلت ايه اما افرش السرير للصبح، يعني انا فرشته كده لحد الصبح بس، وبعد كده ايه كملته بقى خلاص. ويعني ما كملت، يعني فرشته ما كملتش ترويق الاوضه. هنا بقى برضو جبت المرتبه وقمت فرش عليها ايه الدفايه دي، وعشان انام عليها برضو. بس يعني احنا بقى ايه ده حصل، ده بقى كان تاني يوم. تاني يوم بقى بقول لكم ايه، بقول لكم طبعا بصبح عليكم الاول. احنا دلوقتي بقى بقينا الصبح زي ما انتم شايفين، وانا بقى اوريكم ايه الاوضه شكلها ايه. الاوضه طبعا عايزه تتروق. جبت انا بقى اللحاف يا جماعه عشان الجو كان تلج بالليل، ما اعرفش الاوضه دي تلج جدا، انا مش عارفه انا ومحمد هننام فيها ازاي في الشتاء. فلسه دي تجربه ان ارتحنا فيها في البرد وكده، اندفت وكده واحنا نايمين خلاص يعني. واتمنى ان احنا نكمل فيها، لان بصراحه هي دي اكتر اوضه ارتحت فيها في النوم. فدعواتكم بقى ان احنا نرتاح فيها ونكمل فيها. فانا زي ما انتم شايفين بقى طلعت اللحاف الفايبر كده، الاوضه تلج وايه، وظبطت الدنيا وروقتها. هنا بقى عملنا ايه، هنا بقى خرجنا على الصاله. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا برضو كانت مكركبه شويه. شوفوا بقى، قلت بقى ما ايه، انا مش هجيب معاكم الترويق، بس هوريكم الحته بعد ما نطفت، يعني انضف كده واظبط واوريكم الدنيا عشان ايه الفيديو ما يطولش معانا. خلاص بقى، هنا شلت الهدوم، طبقت طبعا انتها في الهدوم في الدولاب وظبطت الدنيا. والترابيزه دي اللي هي بتاعه الليفنج دي خرجتها ايه في الصاله. وهنا بقى كنت روقت مع نفسي اوضه الاطفال، خليتها زي الفل زي ما انتم شايفين. وبرضو هنا بقى لما صحينا من النوم الصبح قمت انا داخله ايه، روقت الاوضه بقى وخليتها زي الفل كده. بقول لكم انا حاطه بطانيه على السجاد علشان ما يتوسخش بسرعه، لان الاوضه دي اكتر سجاد عندي بيتوسخ. هنا بقى كنا الصبح روقت الدنيا وخليتها زي الفل، النور حتى في الشباك طالع بتاع النهار. هنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هندخل على المطبخ علشان نشوف هناكل ايه النهارده. شوفوا بقى، هنعمل ايه بقى. بصوا، طبعا باركم حاجة السوق. جبنا بقى طماطم، الطماطم ب5 جنيه، مش عارفة الطماطم جايه قليلة ليه. وجبنا بطاطس وكوسة وفلفل وايه وخيار. وكان عندي بتاع ده اسمه ايه، ايه بسلة وجزر، طلعتهم وقلت بقى ما اعمل كوبايتين شاي كده علشان ايه يفوقوني. هنا بقى خلاص عند الحاجة بتاعت السوق عندها خلاص. وجهزت بقى معاكم ايه الحاجات اللي هعملها. هنعمل بقى صينية ايه، صينية تورلي كده حلوة. شوفوا بقى، انا بعمل مع الطماطم ولا بعصرها في الخلاط بعمل ايه. هنا برضو استنى اقول لكم بعمل ايه دلوقتي. بس هنا بقى ايه معاكم اسمها ايه اللحمة. بقول لكم شايفين ايدي مفيش فيها عروق باينة خالص ازاي. ببصور معاكم مش عارفة في ايه اللي بيحصل. هنا بقى ايه حطيت المية زي ما انتوا شايفين وكوباية الشاي بشربها. وهنا بقى ايه، بصوا بقى الطماطم بالذات بتاعة اي حاجة بعملها في الفرن بعمل معاها ايه، بحط معاها شوية بهارات لحمة، شوية فلفل اسود، 5 فصوص حبهان، وشوية ايه كزبرة ناشفة زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. دي التوابل اللي بحطها في الخلاط معاهم. وشوية ملح، بس انا ما حطيتش ملح لان انا بحب احط في الطاج، يعني في الصينية دي بحب الملح اخر حاجة يتحط. هعمله بقى، هعصر الطماطم. بقول لكم شايفين التوابل. هعصر بقى الطماطم، يا رب يكون صوتي عالي. هعصر بقى الطماطم وهجهز. وهنا بقى ايه ارفع عود كده، هحطها برضو مع الاكل. هنا بقى بوريكم، هنا خلاص بشوف الميه لسه ما غليتش. استنيت لما الميه غليت، وغسلت اللحمه وغسيل حلو قوي وحطيتها. وهحط معاها بقى ايه فلفل وبصل وفلفل اسود ومستكه وحبهان وورق لوري بس. مش هحط اكتر من كده. كنت انا الاول بحب احط طماطم في الشوربه، بس
بصوا دي طعم بالطماطم طعم، ومن غير الطماطم طعم، فانا هي عجبتني كده اكتر، من غير طماطم طعمها كده عجبني اكتر. هنا بقى كنت قطعت ايه بصلايه، وهنا ايه فصين التوم اللي انا مطلعاهم كده مجهزاهم. هنولع بقى البوتاجاز ونجيب ايه، ونجيب الصينيه بتاعتنا الحلوه دي، ونسيبها تنشف معانا. ونعمل ايه بقى الحته الدهن يا جماعه اللي انا مسيحاها معاكم اهو، سمنه، عاملاها سمنه بلدي، يعني عاملاها سمنه. هي طعمها اصلا جميل، يعني ريحتها جميله كده ومرمله كانها سمنه بلدي. هجيب بقى ايه معلقه حلوه كده محترمه، واجيب شويه زيت عليها، واستنى اما تسخن قوي خالص، واقوم رايحه بقى ايه حاطه البصله. هجيب بقى البصله احطها، واستنى لما تدبل البصله، تدبل معانا او تصفر. بصوا انا ما بحبش البصله دي تبقى نيه كده، بحبها يا تصفر، يا يا تصفر كده، يا ايه يا اما تدبل، علشان لما بتبقى يعني لما بتتحط كده بتبقى كأنها نية، وبتحسوا انتوا بتاكلوا البصل كده. لكن لا، انا بحب ايه البصلة دي ادبلها شوية. وطبعا جبت معلقة السكر اساسي في الطاجن ده عشان البسلة وعشان الكوسة، انا بحط في الكوسة وفي البسلة سكر. هنا بقى ايه هجيب البسلة والجزر والكوسة والبطاطس، وحطيت طبعا معلقة التوم اللي انا مطلعه كله ببعضه كده، وهديله تقليبه محترمة تشويحة حلوة قوي في الايه، في البصلة في البصلة بالايه بالثوم. هديهم مع بعض تشويحة حلوة قوي كده. وايه وهحط معاهم كمان كبشة شوربة، علشان البسلة زي ما انتم شايفين ايه جاية من الفريزر، فانا سبتها بطبيعتها ما فكتهاش. هي كبشه واحده بس كده ايه، يتشوحوا فيها كده مع بعضها كده بس، خلاص هي الكبشه. شوف بقول لكم هي الكبشه بس، هي كبشه على فكره انا حطيتها بس كانت ما كانتش كامله يعني. هنسيبهم مع بعض بقى 5 6 دقايق كده، وبعدين ايه رحت جبت بقيه الجزر، ببص لقيت ان انا ما حطيتش الجزر كله، حطيته. هنعمل ايه بقى، هنقلبهم تقليبه حلوه كده ايه، ونغطيهم بقى وسيبهم يتشوحوا مع بعض تشويحه تمام. عماله اقلبهم في بعض. خلاص انا هما كانوا اتشوحوا تقريبا، ايوه الحته عدت. شوفوا بقى هما اتشوحوا خلاص، وانا شلت الغطا، بس كمني الكاميرا كانت ثابته على على الصوره، ما كنتش بغيرها، فما خدتش بالي. طبعا هما اكيد اتشوحوا بقى مع بعض كده وتمام. جبت انا بقى ايه، جبت الطماطم وحطيتها زي ما انتم شايفين، واحط بقى معاها ايه 3 4 كبشات شوربه كده علشان يستووا بقى، عشان تستوي كده في ايه، في الطماطم بتاعتها برضو. شوفوا زي ما انتم شايفين بقى، انا مثبته الكاميرا على ايه، على صينيه التورلي. شوفوا بقى انا بقى كنت غسلت في الوقت ده بقى، غسلت الرز وحطيت له ملح، وهجيب له بقى ايه حته السمنه دي اللي انا مسيحاها، واحط معاها كمان ايه حبه زيت. شوف بقول لكم مرمله وريحتها جميله قوي، بجد كانها سمنه بلدي، والاكل بيبقى ريحته جميله قوي. هنا خلاص كده، هروح فين بقى دلوقتي يا جماعه، هناخد تقليبتين بتغلي اهي، زي ما انتم شايفين بقى ايه الدنيا بقى. نسيب بقى البوتاجاز شغال على الاكل، واقوم رايحه لفه بقى ايه الكاميرا بقى معاكم، عشان اغسل شويه المواعين دول، وعشان ايه اروق الحوض، عشان الحوض عليه بقى الكركبه والحاجات اللي انا كنت مقطعاها. هنا خلاص شفتوا، ما علينا، اللقطه دي انا عدتها تاني لان كنت فاكره ما صورتهاش. هنا بقى كده خلاص، هغسل بقى المواعين وهروق الحوض واخلي الدنيا زي الفل دلوقتي. انا ما بص يا جماعه، انا من الناس اللي تلاقيها بتروق الدنيا حواليا، بروق مطبخي حواليا، بروق الدنيا وانا واقفه، يعني انا كده كده في المطبخ، فبخلي الدنيا حواليا زي الفل اصلا. خلاص هنا بقى خلاص غسلت المواعين وروقت الدنيا، ولفيت بقى الكاميرا معاكم، والرز كان خلاص دخل هيتردد بقى. فانا ايه حطيته على العين الصغيره زي ما انتم شايفين، عشان يتردد، وعشان ايه عشان يتردد. هنا بقى كان الاكل استوى معانا، واقول لكم ايه لسه سيكه، كان الاكل لسه فيه سيكه، فحطيت له كمان كبشتين شوربه، وهسيبه بقى ايه يغلي بقى كمان غلبتين كده مع نفسه. خلاص كده تمام. هنا بقى خلاص كان الاكل استوى معانا، وانا بقى عملت ايه، انا بقى رحت دلوقتي بشيل اللحمه من الشوربه، احطها بقى في الصينيه بتاعه التورلي ده، وايه واحطهم بقى في الفرن مع بعضيهم. هدخلها بقى الفرن وايه واسيبها بقى تعيش حياتها. ايوه زي ما انتم شايفين بقى.
خلاص كده شوفوا بقى. نسيتها على فكرة، نسيتها بس هي ما اتحرقتش والله، نسيتها خالص، افتكرتها من الريحة لاني سبت المطبخ وخرجت. طالما انا خرجت المطبخ مش هفتكر بقى زي العبيطة. المهم هنا خلاص بقى الاكل كان خلص معانا وكنت غرفته. والله الاكل كان تحفة يا جماعة، تحفة. بصوا الصينية دي اصلا انا ما كنتش بحبها الصراحة، بس كلتها عند رضا في المنصورة، رضا بنت خالتي كانت عاملاها خرافة، فهي اللي حببتني فيها. ما كنتش بحب الخضار كده ابدا، بس طعمها حلو، طعمها حلو قوي كمان، والشوربة كانت روعة والاكل كان روعة. وخلاص كلنا والحمد لله وشبعنا. طبعا حطيت بقى ايه حبة الشوربة اللي باقيين في حلة صغنونة كده، وشوية الخضار اللي باقيين في حلة برضو، وعملت بقى شوية شاي محترمين. وهغسل بقى المواعين وهروق المطبخ زي ما احنا شايفين كده. هنقلب بقى مع بعض ايه الشاي، واهم حاجة اشيل وش الشاي. هنا بقى خلاص كده زي ما انتم شايفين، هروق بقى مطبخنا وهغسل مواعيننا اهو، وهكفي بقى ايه الحاجات دي. طبعا الاكل كله استنيت لما برد، يعني كان في شويه رز باقيين وبقيت الشوربه والخضار كل ده استنيت لما برد وحطيته في التلاجة، وروقت المطبخ وخلصته، والدنيا زي الفل معاكم زي ما انتم شايفين. ولحد هنا بقى ان شاء الله كده الفيديو خلص معانا، واتمنى ان يعجبكم، واتمنى ان اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وادعموني بقى باللايكات والكومنتات الحلوة كده. واشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير. وبس كده كده يا جماعة، الفيديو بتاعنا خلص معانا، واتمنى يلا سلام، تصبحوا على خير. مش عارفة اقول ايه، يلا سلام، باي.